وزعت المقاومة الفلسطينية أنفاقها على أعماق متفاوتة تحت الأرض في غزة. تقول إن هذه الأنفاق جعلتها تحافظ على قدرتها العسكرية وتخرج من المعارك بأقل الخسائر. فما مدى الضرر الذي لحق بها خلال الحرب الأخيرة؟ وكيف تساعد هذه الأنفاق المقاومة على تحقيق أهدافها؟ التطورات الميدانية ليست بحاجة إلى الشرح، إنما القنابل المضيئة كل 5 دقائق على طول هذه المنطقة، وتحديدا في البقعة التي حصلت فيها بالأمس. في بعض الأحيان هناك صور صامتة تحتاج شرح. نعم، هي تحتاج شرح من خلال الوقائع الميدانية على الأرض، ولكن أيضا الأمور الآن ننتظر كيف ستكون عليه بأن يكون هنالك تدخل لطائرات حربي، أو يكون هنالك أيضا من عمليات كما يحصل في منطقة المطلة، لأنه بالتوازي مع هذه الصور من إطلاق لقنابل مضيئة بعد ذلك يتدخل الطيران الحربي، أو يكون هنالك أيضا لطائرات الاستطلاع. يوجد هذا الفيديو في قناة منجر في الغرباء. الجبهة على طولها من هنا إلى القطاع الشرقي هي بتوتر مستمر، ولكن اليوم بوتيرة أخف عن اليوم الذي حصل بالأمس، وتحديدا لأنه كان هنالك عمليات عسكرية، وأيضا عملية استهدف حزب الله فيها أحد المواقع العسكرية وأدت إلى مقتل عسكريين إسرائيليين. هناك الآن اشتباه في تسلل مقاتلين من كتائب القسام إلى مستوطنة غرب النقب في صحراء النقب. عمليا الجيش الإسرائيلي استنفر تماما في تلك المنطقة ويجرون عمليات تمشيط. قبل ذلك ب3 ساعات كان هناك اشتباك مسلح مجددا في غلاف قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يقول أنه قتل 2 من مقاتلي حماس، بالإضافة إلى ذلك اعتقل 2 آخران في مكان آخر في مستوطنة أخرى. بهذا المعنى تستمر أزمة إسرائيل بالنسبة لغلاف قطاع غزة حتى الساعة. عمليا ما يزال نشطا لجهة الاشتباكات الدائمة، رغم وجود عشرات الآلاف من جنود الوحدات الخاصة الذين عمليا يتجولون في كل مكان تقريبا بإسناد من الدبابات الإسرائيلية. رأينا بالأمس عمليا مشهدا لافتا كان بأن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة على سيارة كان فيها مقاتلان من حماس بالقرب من إحدى المستوطنات. عمليا إذا الدبابات تستخدم أيضا في شوارع غلاف قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك استمرار إطلاق الصواريخ منذ عصر اليوم وحتى قبل نصف ساعة من الآن لا يتوقف تقريبا. اليوم كان هناك تركيز على المنطقة الجنوبية أكثر، على بئر السبع عمليا بعد أن قصفت مدينة أسدود وعسقلان طبعا طوال الوقت هي تحت القصف. هناك كان أربعة مصابين من الإسرائيليين بجراح خطيرة في استهداف سديروت التي أصيب فيها 7 مبان في الرشقات الصاروخية المختلفة. أقسم بالله صحيح. إذا كنت تحب الله اشترك في قناة منجر وضع إعجاب للفيديو الآن، وإذا كنت كافرا فتجاهلني.